يخرب بيت عقلك، ايه المفاجأة الجامدة دي؟ ازيك يا طروق؟ ازيك اقول؟ معلش انا ما عرفتش اكلمك في التليفون عشان اللي عرفته النهارده لازم اقوله لك فيس تو فيس. في ايه؟ انت لازم تكلمهم في الجهاز يا طارق. تكلم حد تكون متصل فيه، حمدي باشا مثلا. اكلمه اقول له ايه يا ابني؟ احنا لازم نقبض على الرائد سيف عبد الرحمن. ايه؟ مش معقول يا ابني اللي انت بتقوله ده. بقول لك كذاب كذاب. الموضوع بتاع الدكتور النفسي ده طبعا كذب. مش حكايه ان هو اعمى او بيوصف حاجات وتفاصيل او واحد غلط، لا انا شاكك في كل كلمه قالها لنا يا طارق. شكرا. طب ودي حاجة نقدر نقبض عليه ازاي بيها يعني؟ ده اسمه تضليل، شهاده زور. شهادة زور ايه؟ هو الشهادة اللي شهادة كانت شهادة رسمي؟ ايا كان الكلام اللي انت هتختاره للكلام اللي قاله لنا، سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. طيب ماشي ماشي، قول لي بس انت وصلت لايه؟ بص يا سيدي، التمرجي اللي كان شغال عند الدكتور مرتضى ما يعرفش حد اسمه الصياد. طب ممكن يكون بيكذب. لا ما بيكدبش، لانه اصلا ما فيش اي جرح في وشه. وفي حاجه تانية كمان، الدكتور مرتضى ما اتقتلش بالطريقه اللي سيف حكاها لنا. الراجل كان شاكك ان مراته بتخونه مع واحد تاني، وهددها انه هيبلغ البوليس، وهددها بالقتل. تاني يوم لقوه مقتول. اتسجنت؟ لا. طيب يبقى لغايه دلوقتي في احتماليه ان الصياد يكون هو اللي قتل الدكتور؟ لا يا طارق لا، التمرجي كان السبب ان هم ما قدروش يثبتوا عليها حاجه، لانه شهد شهاده زور، وقال ان المشتبه فيه اللي هو العشيق كان معاه ليله الحادثه. انت عارف يا طارق، عارف الدكتور كان شاكك ان مراته بتخونه مع مين؟ مين؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي. مش فاهم. هتفهم حالا، او يمكن تتوه زيي، مش عارف. بص بقى الكبيره عشان دماغك دي تنفجر زي ما انفجرت عندي. شريف عباس طلع بالفعل على علاقه بمرات الدكتور وقتل الدكتور. التمرجي اللي هو اصلا كان صاحبه هو اللي عرفه عليها، وشاهد شهاده زور، وقال انه كان سهران معاه. بس المصيبه الكبيره بقى ان اللي كان بيحقق في القضيه دي سيف عبد الرحمن. يعني ايه؟ يعني سيف استخدم تفاصيل القضيه دي واللي هو بس يعرفها، وقرر يقول اي حاجه ويالف اي كلام ويشتغلك ويشتغلنا كلنا. طب ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ لما تفتكر تاني ازاي ان الصياد هو الراجل الغلبان اللي اتقتل ده ظهر كده فجاه بمجرد ما سيف حكى الحكايه، وتلاقي واحد تاني تماما ملوش اي علاقه بالموضوع، تتاكد ان سيف كان كذاب في كل كلمه قالها لنا. عايز يحتفظ بالمعلومات لنفسه عشان لسه بيطارد الصياد. انا مش مستريح للكلام ده يا طارق. وبعدين ما ينفعش نبسط الحكايه للدرجه دي. انا متاكد انك لو فكرت تاني في كل تفصيله عملها الراجل ده من ساعه ما انت دخلته معانا في التحقيقات، تكتشف انه ما ساعدناش باي حاجه، بالعكس ده اعاق التحقيقات بقدر المستطاع. بص يا وائل، احنا الكلام اللي معانا ده ما نعرفش نتحرك بيه. ليه؟ ليه ايه؟ يا ابني لازم نتعلم من اخطائنا. ما ينفعش نهاجم سيف عبد الرحمن واحنا معناش حاجه صلبه مؤكده ما تخرش الميه. عايزين تفاصيل واضحه وضوح الشمس ما يعرفش يفلت منها. بقول لك ايه، عايزك تعمل لي تحري عن اللي اسمه هشام البكري ده. هو ده اللي قتله ماجد العزازي على انه الصياد. احنا طبعا جمعنا عنه شويه معلومات، بس عايزك تحري عنه تاني، يمكن تلاقي ليه اي صله باللي اسمه سيف ده. يمكن نلاقي حاجه توضح لنا الموضوع اكتر، ونفهم هو بيعمل كده ليه وبيعمل ايه بالظبط. طارق بقول لك ايه، احنا كده بنضيع وقت. الموضوع سهل جدا وبسيط، احنا ممكن نستدعيه ونستجوبه رسمي. لا ما ينفعش. بص يا وائل، انا في كل مره حاولت اهاجم سيف عبد الرحمن واهبش فيه كان هو بيكسب وانا كنت بتضرر. خلينا بقى المره دي كده نهدى ونستنى ونسوي له حاجه كده على نار هاديه. ماشي.